احيانا اهم الاختراعات في تاريخ البشريه ما جاتش بخطط دقيقه او سنين بحث، لكنها حصلت بالصدفه. تخيل ان في عالم من العلماء كان قاعد في معمله عادي جدا، وفجاه اكتشف ان هو اخترع حاجه غيرت ملايين البشر. الاختراع هو البنسلين، والبنسلين ده هو اقدم مضاد حيوي في التاريخ. البنسلين ده انقذ ملايين البشر من الموت، وكان بسبب العدوى. القصه بدات سنه 1928 في معمل العالم الاسكتلندي الكسندر فليمنج. فليمنج كان بيشتغل على اطباق فيها بكتيريا، وسابها على ترابيزه المعمل قبل ما ياخد اجازه. ولما رجع من الاجازه شاف حاجه غريبه جدا، لقى ان في واحد من الاطباق اتلوث بفطر، وحوالي المنظر ده البكتيريا كانت ميته. فليمنج اكتشف ان الفطر بينتج ماده بتقتل البكتيريا، فسماها البنسلين. في البدايه ما كانش سهل انتاج البنسلين بكميات كبيره، لكن في الحرب العالميه الثانيه العلماء طوروا طرق صناعته، وبعد الحرب البنسلين بقى بيستخدم لعلاج المدنيين. وبسبب البنسلين انخفضت وفيات امراض زي الالتهاب الرئوي والحمى القرمزيه. من طبق بكتيريا منسي لدواء انقذ ملايين الارواح. وده بيعلمنا ان الصدفه لعبت دورها، بس عالم فليمنج وفضوله خلاه يكون سبب في انقاذ ملايين الناس. كده الفيديو بتاعنا خلص. كان معاكم عبد الرحمن ايمن. متنسوش بقى لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.